يلا بينا على الراديو 90 بنرجع لكم تاني وبنقول يلا بينا لكل المنتجات المصرية، كل الأفكار المختلفة دايما احنا بنشجعها في يلا بينا. والنهاردة بنتكلم عن ابليكيشن ميد في ايجيبت أو صنع في مصر، اللي ممكن من خلاله انك تلاقي عليه كل المنتجات المصرية في مختلف المجالات. لو بتدور تشتري أي منتج ونزلت الابليكيشن ودخلت هتلاقي عدد كبير من المنتجات معروض، تقدر ان انت يعني تشوفها وتتعرف عليها. واحنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن التطبيق اللي ناس كتيرة جدا بدأت انها تعرفه في الفترة الاخيرة وتتكلم عنه. فمنورنا على التليفون علي سعيد، مؤسس تطبيق صنع في مصر ميد في ايجيبت. وطبعا علي يعني شهير بعلي بابا المصري، فهو معانا ومنورنا على التليفون. اهلا يا علي. اهلا بيكم. ازيك؟ ايه الاخبار؟ المستمعين بتوع البرنامج بتاعكم الحمد لله تمام يا رب دايما. احكي لنا بقى الفكره بدات معاك ازاي وبدات تفكر انه لا لازم يكون في ابلكيشن لكل المنتجات اللي مصنوعه في مصر، وانه كل يعني اي حد بيبيع المنتجات دي او بينتجها يقدر يبيعها من خلال الابلكيشن بتاعتك صنع في مصر. طبعا في بدايه الكلام انا برحب بيكم وبرحب بالبرنامج بتاعكم، فكرته هايله. مبسوط بيكم، مبسوط اللي فيه ناس بتهتم برياده الاعمال. ده النكست جنريشن او الجيل الجديد من رواد الاعمال، ودي حاجه انا بحبها جدا. ربنا يخليك يا علي. شكرا. ربنا يخليك. في البدايه احب اقول احنا شغالين. عندي شغلي او عندي قطع غياري وعندي حاجتي. انا عندي مصنع بصنع منتجات او قطع غيار مخصصه لخطوط الانتاج لاي صناعه، يعني تقريبا المجال بتاعي داخل في كل الصناعات اللي موجوده في مصر. بدانا نصدر الشغل بتاعنا وفعلا الشغل بتاعنا هو نفس شغل الخواجه، نفس الكواليتي، نفس السعر، نفس كل حاجه، واحسن كمان الحمد لله. فقلت ليه لا، لقيت مجموعه من المصنعين كبير قوي برضه بيحلموا بنفس الحلم ده، اللي يبقى في المنصه دي بتطلع النجم اللي جوه كل مصنع مصري بيحب يلمع منتجه وبيحب يخلي منتجه موجود على الساحه العالميه. مش بنتكلم بس على الساحه المصريه فقط، بنتكلم على السوق العالمي كله، واللي هو يقدر يصدر شغله من خلال المنصه. جت الفكره من 4 سنين تقريبا. بدأنا نقول طب يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. بدأنا نعمل منصة. المنصة دي هي مختصة بس بالمنتج المصري وعرضه بشكل يليق بالصناعة المصرية. المنتجات كلها منتجات مصرية، مش بس الفاينل برودكت او المنتج النهائي، لا ده مستلزمات الانتاج وقطع الغيار وحتى الافكار نفسها تقدري تنزليها على الابلكيشن. بس كده. حلو قوي. حلو قوي. طب قولي، بدأت تقنع ناس من 4 سنين ازاي ان هم يبدأوا يستخدموا الابليكيشن؟ لانه في منصات اخرى للبيع وممكن تكون منصات اجنبية، ولكن ان احنا نجمع منتجاتنا المصرية على ويب سايت مصري او ابليكيشن مصري، ازاي قدرت تقنعهم ان هم يشتركوا معاك؟ تمام. هي طبعا جت الموضوع ستيب باي ستيب، خطوات ثابته. احنا من 4 سنين بدأنا نقول ان المنتجات المصرية مش بس عايزة تبقى ترويج. اي مصنع دلوقتي بيدور على اللي هو يسوق منتجاته بطرق كتيره قوي، من ضمنها السوشيال ميديا. عشان انا مصنع انزل على السوشيال ميديا اعمل ترويج على الفيس او اعمل ترويج على اليوتيوب او اعمل ترويج على الشانلز الكتيره اللي موجوده، هيكلفني كتير قوي، وفي نفس الوقت مش هيوصل او مش هيحقق التارجت اللي انا محتاجه. هيبقى معظم الناس اللي داخله عندي بتسالني المنتج ده شغال في ايه. حبينا نعمل شانل تسويقيه مصريه تانية تقدر تلم كل المزايا اللي موجوده في السوشيال ميديا ونفصلها على السوق المصري، نفصلها على ثقافه المصنع المصري. يمكن الابلكيشنز الثانيه في البيع اونلاين غير دول، مش عارف انا اقدر اقول اسامي الابلكيشنز يعني من غير اسماء بس هي معروفه طبعا، احنا كلنا عارفينها. هو لو الابلكيشن هو اكبر ابلكيشن موجود في الاونلاين، لقيت ان في عيوب كتيره قوي مش هتناسب السوق المصري او مش هتناسب فئات كتيره قوي من المصنعين المصريين. بيبقى دايما محتاج عموله على البيع، دايما بيبقى محتاج تفاصيل معينه في الاجراءات بتاعته.
لازم تحقق معاه تارجت. بيعمل بريشر جامد قوي على التكلفه، بيعمل ضغط كمان على يعني المصنع على او المصنع صاحب نفسه، على المنتج. المصنع نفسه. طبعا، مم. لان هو بيجبره اللي هو يشتغل في بند معين، والبند ده هو اللي رائج عنده. والبند ده بياخده بكوست قليله قوي، وبعموله تتعدى ال 35%. وده طبعا ممكن ما يبقاش مناسب مع الفئات اللي انا بتكلم عليها، اللي هي المتناهيه الصغر، الفئات المتوسطه، الفئات الصغيره، المصنعين اللي عندهم ورش، والناس اللي شغاله هاند ميد وخلاف. مش هيتحملوا الكوست دي، بل بالعكس هتبقى بالنسبه لهم خساره. تقصد بايه بيطلب منه يشتغل على بند معين؟ طبعا يعني مثلا لو نفترض اللي مصنع او ورشه شغاله مثلا في الاطباق البلاستيك، او في الحاجات اللي بتستخدم في المطبخ مثلا، ممكن يكون عنده 30-40 موديل من موديلات الاطباق دي. هو ممكن يكون في موديل واحد بس هو اللي شغال عليه الابلكيشن ده، وهو اللي مهتم اللي هو يبيع منه الموديل ده. الموديل ده ممكن يكون تكلفته جنيه، الابلكيشن بيبيعه بجنيه ونص. ناهيك عن الشحن الاونلاين او الكوميشن، دي كلها مصاريف. وبرضه اولويه الظهور، لان اولويه الظهور في الابلكيشن دي بتبقى بفلوس. ان المنتج يظهر في الاول للمستهلك، يظهر في الاول حسب السيرش بتاعه، حسب يظهر اول كلمه بحث هو. ده طبعا حاجه بيدفع لها فلوس، يعني علشان المنتج بتاعي كمصنع يظهر في الاول. يمكن الاند يوزر ما يعرفش ده، او الاند يوزر ما يقدرش، او المستهلك بصفه عامه ما يقدرش يعرف التفاصيل دي. لكن جه الوقت اللي لازم نعرف المستهلك الدنيا ماشيه ازاي مع الخواجه. طيب علي، عمره ما بيخسر. طيب تعالى نتكلم بقى عن الابلكيشن صنع في مصر، ميد في ايجيبت. قول لنا دلوقتي احنا لو مصنعين ازاي نقدر نعرض منتجاتنا عليه، وبعد كده هنروح للمستهلك كمان ازاي يقدر يدخل وهيلاقي ايه مختلف عن الابلكيشنز الخاصه بالبيع الاونلاين اللي اتكلمنا عنها من شويه. طيب الابلكيشن هو شقين زي ما احنا بدانا كده نوضح في الكلام. هو معتمد على الاند يوزر وعلى السورس، واللي احنا بنوصله للاند يوزر للسورس بدون عمولات او بدون سمسار. فبالتالي احنا بنعالج التكلفه الفعليه للمنتج، وبيقدر بيوصل بسعر منافس يقدر ينافس بيه في سوق العالم. طيب لو انا مصنع، الابلكيشن هيخدمني في ايه، او انا اقدر احمل الابلكيشن بتاعي ازاي؟ بتخش سواء عندك اندرويد، عندك ايفون، عندك هواوي ستور. الثلاثه الستورز دول احنا موجودين فيهم على ابلكيشن صنع في مصر، ميد في ايجيبت. هيبدا يحمل الابلكيشن، وهيبدا يحط المنتج بتاعه، يصور المنتج بتاعه. كمان احنا عندنا قصه اللي هو يقدر يصور ازاي المنتج عشان يطلع بشكل شيك، يعني مش بشكل وحش. طريقه التصوير يعني يعرف طريقه التصوير الصح. طريقه التصوير. هيبدا يحط الوصف بتاع المنتج بتاعه، هيبدا يحط السعر بتاع المنتج بتاعه ومكانه فين. لو عنده متاح ليه رقم واتساب يقدر الاند يوزر او المستهلك يتعامل معاه. الحاجات دي كلها بنوفرها كشنل للمصنع. مش بس كده، احنا بنقدر نحط كيو ار كود للمنتج بتاعه، يقدر يلزقه على المنتج بتاعه. وقت ما اي حد يسكان الكيو ار كود ده يقدر يوديه على الصفحه بتاعته او البروفايل جوه الابلكيشن. وده بتديله مزايا كتير قوي، بتديله مزايا كتير بانتشار اكتر من اليوجوال او من المعتاد. المصنع ممكن يكون عنده منتج واحد، ممكن يكون عنده 1000 منتج. احنا عندنا الاسعار بتاعت الاشتراكات بتاعتنا اسعار رمزيه، مش هادفه للربح اكشلي جامد، يعني احنا نكسب من ورا الموضوع فلوس قوي. لا، احنا عايزين فعلا الصناعه المصريه تبقى ظاهره، ونستغل فكره ان مفيش حد عمل حاجه زي كده، فيلا بينا نعمل حاجه كويسه تفيد المصنعين، بتجمع كل المنتجات المصريه. المستهلك بقى، بما اننا اتكلمنا عن المصنع، المستهلك بقى يقدر يعمل ايه لما يدخل على الابلكيشن؟ احنا عندنا مشكلتين كده في ثقافه السوق المصري. اولهم عقده الخواجه. يمكن احنا بنعاني من حاجه زي كده. لا بس الاحداث اللي احنا عايشينها دلوقتي خلتنا نشوف ده بمنظور تاني خالص. الاحداث يعني بس لازم عشان نبدا نخاطب المستهلك نقول له اللي فيه ابلكيشن اسمه ميد في ايجيبت موجود على كل الستورز اللي موجوده على الموبايلات. لازم تكون انت واعي ان المنتج المصري ده انت سبورت ليه، عليك مسؤوليه. لازم تكون بتدور على بديل اجنبي مصري، ويكون مواكب للكواليتي بتاعتك، وتكون كويسه، او الموضوع اكسبتد بالنسبه لك.
يمكن المستهلك لما بيحمل الابلكيشن وبيخش يبص على المنتجات بتاعته ويجي يختار منتج، لو المصنع عارض المنتج بتاعه هو بيتواصل مع المصنع على طول او مع السورس على طول، وبيبداوا يتفقوا اذا كان هو عايز يبعت له الحاجه او هو يجي زياره عنده في المكان او الى اخره. بيتواصلوا مع بعض، والكلام ده بدون تدخل الابلكيشن ابدا في العموله او الكوميشن ما بينه وما بين الاند يوزر، وهي يمكن دي الفاصله اللي ما بيننا وما بين اي ابلكيشن. يعني الدور الرئيسي لميد اوف ايجيبت انه ان انتم بتجمعوا كل المنتجات المصريه كحلقه وصل بين المستهلك وبين المصنع بدون اي تدخل، بدون اي مثلا عموله كبيره. لا ابدا ابدا. ويمكن دي مساهمه مننا احنا، لان لازم نخلي المستهلك فعلا يروح يشتري. يمكن الوساطه الكتير قوي ما بين السورس وما بين الاند يوزر او ما بين المستهلك وما بين المصنع، لو الوساطه دي كترت بتخلي المنتج سعره اعلى ومش بنفس الكواليتي كمان اللي بيطلبها المستهلك، لان هيبقى الهدف الاساسي في العمليه دي او البروسيس دي هو الربح فقط. صحيح. طب علي، عايزين نعالجه. سؤال يعني طيب لو حد دلوقتي بيسمعنا على الراديو 90 وعنده منتج مصري وحابب ان هو يشترك في الابليكيشن ميد اوف ايجيبت او صنع في مصر، طبعا احنا عايزين نوضح هي ميد اف ايجيبت عشان لو حد عايز يدور عليها على فيسبوك. احنا حاولنا ان احنا نجيب الدومين بتاع او الهوست بتاع ميد ان ايجيبت، لقينا اللي حاجزينه الفنان العظيم احمد حلمي، هو الفيلم بتاعه هو اللي حاجز الدومين ده، فما عرفناش نتواصل معاه. بس اسم لطيف يعني في حرف في بالعربي فاف علشان يبقى مختلف. يمكن اللوجو ده انا اللي رسمه بايدي، وهو اللي عامل ترند على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، انتشرت الفتره الحاليه. فانا رسمه من 4 سنين وكانت هي دي الفكره الوحيده اللي قدامي، ان انا اعمل فكره ميد في ايجيبت يقدر الاجنبي مش المصري بس، لا صحيح. وده هدفنا ان احنا نصدر كمان. ولكن جاوبني على سؤالي ما تهربش منه. لو حد بينتج منتج مصري يقدر ازاي يشترك في الابليكيشن ميد اوف ايجيبت؟ هو يحمل الابليكيشن من على البلاي ستور او من على هواوي ستور او من على الايفون او الاب ستور، تمام، وينزل المنتج بتاعه، يصوره وينزل المنتج بتاعه في الصناعه المتخصص بيها. يعني لو هو شغال في اخشاب هيلاقي صناعه الخشب عنده، لو هو شغال في الاساس هيخش يكتب ان ده منتج نهائي، لو هو بيبيع مسمار هيخش في مستلزمات الانتاج ويسجل المسمار بتاعه عشان الناس تدور عليه، لو هو بيبيع رو ماتيريال فبيخش على الخامات وبيسجلها. ده بس في الصناعه الخشبيه، لكن احنا عندنا اكثر من 28 صناعه موجوده جوه الابلكيشن، مغطيه تقريبا 99.9% من المجالات الصناعيه اللي على مستوى العالم. يعني جدا. اي منتج خاص باي صناعه ممكن انه يبقى موجود على الابلكيشن، او مش ممكن، هو موجود على الابلكيشن. اتفقنا. كلنا ننزل ميد اوف ايجيبت ونبدا نستخدمها، ندور على بدائل للمنتج الاجنبي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا علي سعيد، شكرا ليك. شكرا يا علي، شكرا لذوقك، نورتنا. شكرا ليك. تسلم.